ما الذي حدث لرافينيا؟ لماذا يحاول الشجار مع مدربه وزميله تير شتيغن؟ بعد التعادل مع ريال بيتيس كان رافينيا يتجادل مع الحكم، فجاء ليفاندوفسكي ودفعه بعيدا وقال له أن يصمت ويبتعد. عندها ازداد غضب رافينيا وركل الكرة في الهواء، وعندما حاول هانز فليك تهدئته رفض رافينيا عناقه بطريقة غير محترمة. ثم عندما أمسك به تير شتيغن عامله رافينيا بقلة احترام أيضا، بل وحاول الشجار معه. غضب تير شتيغن ودفعه نحو غرفة تبديل الملابس. بهذا السلوك رافينيا لن يفوز حتى بكأس الكرة الشاطئية. فهل يمكن أن تكون أجواء الكلاسيكو اللاتيني الأخيرة قد أثرت على نفسية رافينيا؟ تصرفاته الغاضبة والمتهورة تطرح أكثر من علامة استفهام حول حالته الذهنية وانضباطه داخل الفريق. هل ما فعله رافينيا مجرد لحظة غضب، أم أن هناك أمورا أعمق تؤثر عليه؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.